راغب هر مای قومی کرد زمان ناشکی و دانه تو به زمان ناشکی و دانه تو به زمان کسنه کردن برن کسنه کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کسنه کردن برن کسنه کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن مریوتی مثل فیل دینیمان و پادیمان هر نشتمان دینیمان و پادیمان کرد و کردستان کسنه کردن برن کسنه کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن لاغی کرد را بوی سرفی و شیران بابقی نشین بکن تاجی جیهان بابقی نشین بکن تاجی جیهان کسنه کردن برن کسنه کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن خوردنون هر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا مساء الخير وأرق تحية عطرة لكم جميعا يا مشاهدي ومتابعي فيس تي في الأكارم، حيث تعلمون جميعا يا أحبائي الأفاضل بأن بلدنا سوريا تتعرض منذ أكثر من نصف قرن لمختلف أنواع الانتهاكات، وليس فقط القمعية العسكرية، وإنما بالترافق مع الانتهاك الفكري والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، سواء كان فرديا أم جماعيا، وذلك بغية إلغاء الصوت والرأي الآخر المخالف والمختلف مع رغبات وغرائز الحاكم الطاغية، والذي تكرس بأبشع صورها بالحقبة الأسدية، وتحديدا في عهد الولد المعتوه بشار الصفوي، الذي مهما حكينا عنه ولو بعشرات الحلقات عن إجرامه أو إرهابه المنظم لم ولن نستطيع حصره وعده مع ما نتج عنه عن مع ما نتج عن سياسته وممارساته أنماط من أشباهه من الشخصيات والأطر المعارضة التي صارت تنافسه بالاستبداد والعنصرية المقيتة، وبغيرها الكثير من الوسائل والأدوات المدمرة للوطن وكرامة المواطن السوري، والذي كله سنناقشه الليلة مع ضيفينا الكريمين الدكتور علاء الدين الرشي، وهو أستاذ ويحمل دكتوراه بالشريعة الإسلامية والقانون الدولي، وشخصية كردية دمشقية معروفة، وعضو سابق لاتحاد كتاب العرب في سوريا، وعضو اللجنة العربية لحقوق الإنسان في باريس، وكذلك عضو رابطة أدباء الشام في لندن، وعضو مؤسس للمجلس الأوروبي الإسلامي الكردي بألمانيا، وأيضا رئيس جمعية النادي الدمشقي، والآن رئيس مركز التعليم حقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك دكتور علاء الدين الرشي. يا أهلا وسهلا بك وبالأخوات والإخوة المشاهدين والمشاهدات. تسلم. كذلك نرحب بالضيف الآخر الأستاذ الإعلامي ثائر الناشف، وهو إعلامي وكاتب صحفي سوري معروف من مواليد محافظة الرقة عام 1982 عام 2006 إثر نشاطاته السياسية المعارضة، ومقيم حاليا كلاجئ في أوروبا
بالنمسا، وله العديد من المؤلفات الأدبية والسياسية. أهلا وسهلا بك صديقي العزيز والزميل إلياس ثائر الناشط، نورتنا. أهلا وسهلا بك وبكل السادة المشاهدين وبالضيف العزيز أيضا دكتور علاء، وبكل الأخوة القائمين على هذه القناة الذين يقفون وراء الكواليس يعني ويقدمون أغلى ما لديهم في سبيل إيصال الكلمة والصورة. كذلك نرحب باسمكم ضيوفي الكرام ومشاهدي الأعزاء بمن هم وراء الستار بالكنترول، بالأستاذ عبد الباقي الحسيني رئيس الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد، والزميلة الكاتبة يسرى زبير، لهم منا كل التحية. دكتور علاء الدين الرشي، لنبدأ معك دكتور. حبذا لو بداية نعرف الانتهاك لغة وممارسة في بلدنا من قبل النظام والمعارضات. من ألمانيا حيث الآن تتساقط الأمطار، أزجي لكم كل التحايا القلبية والعواطف الصادقة لموقفكم النير والنبيل على ما تبذلونه من إلقاء نور كاشف على ما يحصل في بلد عريق له تاريخ غني بمكوناته العربية والكردية وكل المكونات الأخرى، ولكن شاءت إرادة السيادة الدولية التي تتسيد بالإكراه على المشهد العام أن يكون هذا الشعب هو نموذج ليتعلم الشعوب الأخرى أنه لا يمكن لربيع أن يتحقق إلا بعد أن يمر بفلترة كبيرة تتحول القضايا المبدئية إلى عكسها في نهاية المطاف. فثورة قامت على أساس الشعب السوري واحد، باتت سوريا كل حارة وكل حارة لها بوابها ولها ناسها، ولها للأسف من يقوم على تفرقتها أكثر وأكثر. الانتهاك هو التجاوز الحدي، وهو نوع من المبالغة في استخدام ما لا يمكن أن يكون من حق مشروع تستطيع من خلاله أن تمارس قمعا وتسلطا على الآخرين وتتجاوز الأمور المسموحة من الحقوق الطبيعية الأصيلة والمكتسبة للإنسان. ونحن حتى لا نبقى في خانة توصيفية، فسوريا اليوم هي تحت مرأى ومسمع من العالم كله، ولم يعد أحد خافيا عنه ما يحصل في سوريا من انتهاكات. وإن كنت أنا أرى أن ثمة انتهاكات لا تعول عليها لا منصات النظام ولا منصات المعارضة ولا كثير من النخب، وهي الانتهاكات المعنوية التي يتم ترسيخها اليوم بين المكونات السورية، حيث نجد تصلبا في المواقف وتشنجا في العواطف. فلا العربي يتواطأ مع الكردي على ألم مشترك، ولا الكردي يتواطأ مع العربي على ألم مشترك، ولا السوري السني يتعاطف مع السوري الشيعي، وهناك حرب تكاد ترتد إلى الهويات البدائية بأمراضها وعللها، فالكل أصبح هو الفرقة، كل فرقة تقول أنا الفرقة الناجية وغيرها ينبغي أن يهلك. وبالتالي نحن وقعنا في مطبات خطيرة من الانتهاكات المعنوية التي لا يتحدث الكثيرون عنها. هذا الأمر إذا توقفنا عنده، وهذا ما سأتحدث عنه بعد قليل، ولكن دعنا نعود إلى فكرة الانتهاكات. هل أحد يخفى عنه ماذا حصل في سجون سوريا والتسريبات التي وصلت للإدارة الأمريكية والمقابلات الصحفية التي تمت مع بشار الأسد، وإنكار الصور التي تم تسريبها، وقال من يعني يعطيني أدلة على أن هذه الصور هي في سجون سوريا. إذا نحن لم نستنزف وقتيا في موضوع فقط التشكي، علينا أن ننتقل إلى حيز من التوصيف الذهني إلى التوظيف العملي،
كيف نستطيع أن نوقف الانتهاكات المتبادلة البينية اليوم التي تتم في رضا وفي قبول من كثير من السوريين، حيث نجد اليوم للأسف لا يوجد تعاطف بينهم. وأنا مدرك أن هذه هي طبيعة أمراض الحروب، ولكن علينا كعقلاء أو كنخب أو كإعلاميين أو كنشطاء في حقوق الإنسان أن نتحدث عما كان وما ينبغي أن يكون، وأن لا تسيطر علينا مسحة ما هو كائن في هذه الأيام. الانتهاكات لا تخفى، هناك أكثر من 11,000 معتقل، تم تسريب 55,000 صورة للمخابرات الأمريكية وللخارجية الأمريكية، ولكن للأسف هذه الصور عبارة عن قوانين، والنظام ما زال حتى هذه اللحظة يحتل دمشق ويحرض الكل على الكل ويضرب الكل بالكل كي يضعف الكل ويبقى متسيدا على الكل. وهذه هي النظرة التي ينبغي نحن أن نوقفها، وهي الانتهاكات المعنوية البينية التي نحن نمارسها ضد بعضنا البعض، والتي للأسف تجلت فيما حصل في عفرين مؤخرا، حيث نجد قلة قليلة من النخب المثقفة التي تعاطفت مع الشعب العفريني وقدرت مأساته فيما حصل، بينما الكل يتحدث عن كل مآسي سوريا. وعندما يأتي الأمر على مأساة عفرين نجد لها ألف تبرير وتبرير، ولو كان الخلاف مع إدارة أو مع سياسة لقلنا أنعم وأكرم، ولكن الأمر أفصح عن أن هناك امتهان لكرامة جزء أساسي ومكون أصيل من المكونات السورية، بل هو ثاني قومية في الخارطة السورية، وهو الشعب الكردي. عندما كنا نراه يتم انتهاك حرماته وأملاكه وأرزاقه في صمت، وللأسف خطورة الأمر أنها لم تكن على يد النظام، وإنما كانت على يد مرتزقة دخلوا إلى تلك الأماكن وانتهكوا انتهاكات بليغة أسفرت عن اختطاف للفتيات، عن تغييب قسري للشباب، عن قتل أناس أبرياء، عن ضياع أملاك، عن انتهاك لجغرافيا طبيعية، حرق لزيتون، تغيير ديموغرافي خطير. هذه الانتهاكات جزء من خارطة اسمها سوريا، يتم انتهاكها تارة باسم النظام وتارة باسم التحالفات التي يقيمها النظام خفاء أو علنا مع إرادات دولية موجودة هنا وهناك. تماما دكتور. يعني إذا حسب ما في هناك يعني عدالة تامة، في هناك نصف عدالة. يعني لو جبت أمثلة، يعني الصور اللي صار بقيصر، بمشارع قيصر، يعني ما إذا ما نقول سكوت الدولي، تواطؤ الدولي مع بشار. منذ أوباما وقت الحدث إذا استخدم بشار الكيماوي سنحاسبه، وإلى اليوم لم يتحاسب. سنتقل إلى الأستاذ سائر. أستاذ سائر، هناك من يقول إن تأسيس سوريا بحدودها الجغرافية الراهنة كان بحد ذاته انتهاك لإرادة معظم السوريين. هل توافقهم الرأي؟ أستاذ سائر، الصوت. السادة المشاهدين، هل الصوت يصل بوضوح؟ تمام، هلا واضح. تمام، أنت كنت مسكر الصوت. حقيقة ربما المخرج لديكم هو من ربما أغلق الميكروفون، لأنني تلقيت رسالة بذلك، وهذا يعود لغرفة التحكم والإخراج. نعم، وأنا أقدر ذلك. يعني من منطلق عملنا في الإعلام دائما يعني يكون هناك مراعاة للأمور الفنية. وأنا هنا أتوجه بالشكر للسيد المخرج الذي يعني أعطاني المجال لأتحدث. وطبعا بعد التجديد بعد أن أجدد التحية مرة أخرى للسادة المشاهدين الذين يحضروننا الآن ويكتبون كما أشاهد على الشاشة، يكتبون تحياتهم المسائية. على كل حال، بوقوفا عند سؤال حضرتك، يعني أعتقد أن إرادة السوريين لم تكن عندما تم الإعلان عن إنشاء دول بعينها في الشرق الأوسط، لم تكن إرادة السوريين
مكتملة، ولم يكن للسوريين حقيقة أي شأن في تحديد مصيرهم قبل 100 عام. نحن نتحدث بعد انهيار الدولة العثمانية، ونحن نعلم جيدا الاتفاقيات التي تم ترسيمها بين الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، وأنا أعني هنا بريطانيا وفرنسا ومعهما روسيا يعني في ذلك الوقت، وإن لم تكن روسيا ظاهرة في الصفوف الأولى لكنها كانت جزءا أساسيا من روسيا تلك القيصرية الاتفاقيات. كانت بالصف الأول، ولكن الثورة البلشفية كشفت تلك الاتفاقية. نعم اكتشفت ولكن لم تفعل شيئا، ثم أنها يعني كما يقال رضيت بالواقع كما هو، لأن الشرق الأوسط لم يكن يعنيها للدولة الروسية الجديدة بين قوسين البلاشفة. لذلك كله يعني كان سكان المنطقة، وأنا أعني هنا من الشعوب العربية والكردية وكذلك أيضا التركمانية والآشورية، ويعني أنا أعني سكان منطقة الشرق الأوسط والقوقاز، كانوا ضحية حقيقة لتلك الاتفاقيات الدولية التي لم تراعي مصالحهم ولم تراعي إرادتهم، رغم أن يعني، وأنا هنا لا أريد أن أمدح حقيقة الدولة العثمانية نفسها في زمن يعني أعتى سلاطينها منذ سليم الأول حتى عبد الحميد، كانوا يقرون في الخرائط الموجودة الآن عند الدولة التركية وفي ذلك الزمان خرائط الدولة العثمانية، هناك إقليم بحد ذاته، يعني ليس ولاية ولا سنجق، إقليم بمعنى يعني منطقة تعتبر شديدة الاتساع، والكل يعرف ما هو تعريف الإقليم. كان هناك إقليم كردستان ضمن حدود الدولة العثمانية، كما هو إقليم البلقان الذي يضم عدة دول بشعوب يعني تعتبر من عرقية واحدة أو من عرقيتين. كذلك الحال ربما نتحدث عن إقليم شمال أفريقيا الذي يضم إلى مصر تونس فإذا إقليم كردستان الذي قد لا نختلف أنه كان يمتد إلى مناطق واسعة من أرمينيا وجورجيا وأذربيجان، والخرائط موجودة. يعني إذا كانت مثلا على سبيل المثال الدولة العثمانية قد أقرت بحق الشعب الكردي في ذلك المكان، وكان هناك حقيقة تمثيل ربما للكرد في تلك الدولة، لا أعلم ولا أريد هنا حقيقة أن أقف عند حدود ذلك التمثيل، لأن هناك من يختلف معي وقد يتفق إذا قلت أن الكرد كانوا مشاركين أو ربما كان لهم حضور فاعل. ولكن من المؤسف أن دول يعني عظمى كفرنسا وبريطانيا، وهي دول متمدنة يعني متحضرة مقارنة بالدولة العثمانية التي كانت تسمى بالرجل المريض، وأنا أتكلم هنا من وجهة نظري التاريخية كرجل يعني أجتهد في البحث التاريخي، لأن أسباب النصر في الحرب العالمية الأولى ما كانت لتكن لصالح الإنجليز لولا أنهم تقدموا حقيقة وقطعوا أشواط عن الدولة العثمانية، وخاصة في آخر 100 عام يعني منذ في القرن التاسع عشر. فكيف يعني لدول عظمى يعني دول انتصرت في الحرب أن تتجاهل وتتناسى حقوق الشعوب التي يعني كانت جزءا من تلك الامبراطوريه الكبيره، اعني هنا الدوله العثمانيه، في حين ان يعني شعوب كانت ايضا على اطراف تلك الامبراطوريه نالت حقوقها بموجب تلك الاتفاقيات، يعني بموجب سايكس بيكو. يعني مثلا على سبيل المثال لبنان، يعني لم يكن هناك دوله للبنانيين حقيقه في زمن الدوله العثمانيه بمعنى الترسيم الحدود النهائيه لشكل ومظهر الدوله. كان هناك جبل لبنان ومتصرفيه يعني في بيروت، ثم جاءت احداث الحرب العالميه الاولى واقرت الدوله للشعب اللبناني، ونحن لسنا، انا يعني بنهايه المطاف كسوري لست ضد الدوله اللبنانيه ولست انازع الشعب اللبناني في حقهم في السياده والاستقلال، وايضا التطور الذي يمكن ان يحققه اللبنانيون لبلدهم. لكن ماذا عن الشعوب الأخرى؟ وأنا أعني هنا يعني كالشعب الكردي على سبيل المثال، ترك لوحده حقيقة، ويعني من المؤسف يعني، وأنا هنا أريد أن أقولها حقيقة وهي يعني كما يقال تحز في قلبي كثيرا. يعني لا يوجد شعب اليوم في العالم لا يستطيع مواطنوه أن لا يتحدثوا لغته.
إلا ربما الشعب الكردي وربما أشتات اليهود. فأنت لا تجد عربيا لا يستطيع أن يتحدث العربية حتى لو كان في أقاصي الصين. لا تستطيع أن تجد ألمانيا لا يتحدث الألمانية وإن كانت في ربما أبجديات اللغة الألمانية، لكنك تستطيع أن تجد كرديا لا يعرف أن يتكلم كلمتين باللغة الكردية، وكذلك الأمر تستطيع أن تجد يهوديا في ألمانيا أو في فرنسا لا يعرف شيئا عن اللغة العبرية، كما حدث مع كتاب وأدباء أوروبيين عظام. يعني أنا أطرح هنا أمثلة كافكا وربما زرايك وغيرهم وأينشتاين، لم يكونوا بسبب أنهم وضعوا في ظرف تاريخي أبعدهم عن ثقافتهم، عن لغتهم، عن حضورهم التاريخي، وهذا كله بسبب ربما الاضطهاد. كذلك الأمر الكردي اليوم ممارسة الانتهاك العنصري بحقهم، ممارسة الانتهاك العنصري بحقهم تقصد تماما. يعني أن تتكلم بلغتك يا سيدي هذا أبسط حق لك كإنسان اليوم على سطح الأرض، خاصة بعد أن قطعنا الألفية الثانية. يعني من الطبيعي أن التطور الذهني والتطور النفسي للبشر يزداد يعني للأفضل وللأحسن عاما بعد عام وربما قرنا بعد قرن، لكن من المؤسف أن نكون في الألفية الثانية وهناك يعني شريحة واسعة من شعب بعينه لا تستطيع أن تتكلم اللغة الأم التي هي يعني لغة الآباء والأجداد، كما هو الحال عند الشعب الكردي. ربما مؤخرا كان هناك يعني بعض التطور النسبي فيما يتعلق بتحصيل الكرد لحقوقهم الثقافية فيما يخص الوضع في سوريا، وكذلك الحال فيما يخص الوضع في العراق بعد يعني سقوط نظام صدام حسين، وقبله أيضا بسنوات عندما كانت هناك مغامرة حرب الكويت. ثم ربما في تركيا كان هناك ظاهرة حزبية لم يكتب لها الاستمرار، ولكن يعني هناك محاولات. لكن في إيران، أنا أتكلم الآن عن إيران، لا يحق لأي إنسان كردي أن يتكلم كلمة كردية، أو ربما يسمي ابنه باللغة يعني يكنى بالأسماء الكردية. يعني هذا أمر لا يعقل في زمن يعني رغم أن هذا المكون أو هذا الشعب حرم من حق أن يكون له دولة أو وطن، أيضا حرم من أن ينطق وأن يتكلم. يعني الحرمانية ليست فقط في امتلاك الوطن، إنما حتى في التعبير عن ذاتك في وسائل ثقافية وأدبية. وبالتالي نحن أمام يعني فاجعة تاريخية اليوم. ربما أتمنى لهذه الدول العظمى يعني أن تراجع تاريخها وأن تراجع ذاتها تجاه مكونات في الشرق الأوسط وفي منطقة القوقاز غرب آسيا كالشعب الكردي وغيرها من المكونات التي يعني حرمت بشكل تام من أبسط الحقوق التي كان يمكن أن تحصل عليها لو كان هناك إنصافا دوليا قد جرى قبل 100 عام. إذن أستاذ سائر، يعني الحدود الجغرافية ليست مقدسة، يعني مو نازلة من السماء، يعني صارت رسمت بدون إرادة شعوبها، يعني مو بس بسوريا، حتى في المنطقة لو اختيرت لو أخذ إرادة الشعوب بعين الاعتبار لما كنا أمام هذه الحدود المصطنعة الآن. طبيعي، لأن حدود الدول عبر التاريخ لم تكن حدودا دائمة ولا نهائية. كانت هناك دول قد أشيدت عبر حقب زمنية مختلفة، ثم جاءت حقب أخرى واختفت تلك الدول. ولكن أنا أعني هنا الشعوب، يعني الشعوب لا يمكن أن تندثر والثقافات لا تندثر، لكن حدود الدول تخضع دائما لحالة مد وجزر. يعني قبل 200 عام كانت لدينا دول في المنطقة لم تكن لتوجد بعد ذلك، وبنفس الأمر ربما نحن لا نعلم ما الذي تخطئه لنا الأيام ولا حتى المستقبل بعد 50 عاما أو ربما بعد 10 سنوات. وبالمناسبة يعني مظهر الدول بحسب التعريف السياسي لشكل الدولة حالها كحال الإنسان. يعني الإنسان لديه عمر ولديه دورة حياة يعيشها ربما بين 50 إلى 100 عام. كذلك أيضا الدول هناك دورة حياة للدول. هناك دول كثيرة يعني اندثرت عبر
حقب مختلفة، ودول يعني تداعت بشكل تلقائي وانهارت حتى دون أن تدخل في نزاعات أو حروب أو ربما في صدامات أهلية. اليوم نحن في ظل العولمة وفي ظل هذه التحولات الاقتصادية الهائلة ربما نشهد انهيار دول يختلف تمام الاختلاف عما كان عليه قبل 100 أو 200 سنة، عندما كانت تنهار الدول بسبب الحروب ربما وبسبب المعارك الطاحنة التي كانت تجري. اليوم المعارك الكبرى أصبحت بين الدول الصغيرة والكبيرة هي ساحتها الاقتصاد، إضافة إلى يعني عوامل أخرى. وبالتالي نحن لو أردنا أن نبحث عن الدول وطبيعة تلك الدول لما انهارت ربما امبراطورية النمسا التي كانت تضم دولا عديدة، ثم تشظت بعد ذلك وظهرت لنا دول ما كنا لنسمع بها ربما. كذلك الحال ما حصل في البلقان. أيضا يعني هناك دول بعينها في المنطقة الشرق الأوسط أو حتى في كذلك الحال في آسيا. يعني مثلا على سبيل المثال أنا سأطرح مثال الآن، باكستان ما كان لها أن تظهر عبر أي حقبة من التاريخ لولا تداعيات الحرب العالمية الثانية، ونحن علمنا كيف أن انفصلوا عن بعضهما البعض الهند وباكستان في أربعينيات القرن الماضي، وظهرت لنا دولة جديدة كالباكستان. وأيضا ما حصل في آسيا الوسطى، دول كثيرة ظهرت سواء قبل تأسيس الاتحاد السوفيتي أو بعده. شاهدنا كيف أن دول يعني وشعوب أيضا أسست لذاتها كيانات، وهذا كان جزءا من حلمها التاريخي. وبالتالي نحن لا نستطيع أن نجزم أن حدود الدول هي حدود نهائية، وأن الدول القائمة اليوم هي دول ستستمر إلى الأبد. هذه فرضيات خاطئة مطلقا، لأن المنطق التاريخي يتحدث وفقا للحركة التاريخ الإنساني أن كل ما هو موجود الآن عرضة للتغيير وللتغير بموجب العوامل الإنسانية، وكذلك أيضا بموجب الظروف التي ربما تطرحها الطبيعة الإنسانية، بحكم أن الإنسان لا يميل دائما إلى الاستقرار والثبات بقدر ما يميل دائما إلى التغير. إذن بموجب نظرية الثابت والمتحول تأخذ الدول اليوم شكلها الجديد الذي عرفته منذ ما يزيد ربما عن 1000 عام، فكانت هناك دول تظهر ودول تنهار، ثم أن هناك دول أخرى ظهرت حتى قبل أن يكون لها وجود تاريخي. يعني هناك دول ظهرت ثم انهارت ثم عادت إلى الظهور مجددا. هناك دول تأسست من شعوب تجانست ثقافيا وعرقيا وأسست لذاتها تلك الدولة. وأنا أطرح مثال هنا الدولة العثمانية. يعني عندما جاء التتار إلى منطقة القوقاز ما كان لهم وجود تاريخي في هذه المنطقة قبل 700 عام على سبيل المثال، لكنهم تجانسوا مع شعوب المنطقة بعوامل ثقافية عديدة ثم أسسوا هذه الدولة وانهارت. يعني ولذلك كله فما بالنا وهنا النقطة الأهم، فما بالنا بالشعوب التي ترفض أن تغادر ما تعتبره أرضها التاريخية وتصر على أن تبقى فيها رغم كل عوامل الاضطهاد ورغم كل عوامل القسوة التاريخية التي عاشتها. ولذلك هي يعني تترقب الظرف التاريخي، تترقب تغير المعادلات الدولية، حين ذاك يكون من حقها أن تذهب نحو حلمها التاريخي. وهذا لا يستطيع أحد في الكون أن يمنع أي شعب من تحقيق حلمه التاريخي في وطن، في دولة، في ما يريد. يعني سائر نقطة جدا مهمة سنعود إليها بعد أن نسأل الدكتور علاء. طبعا في تحيات كثيرة لك ولأستاذ سائر من شخصيات مهمة كعيسى إبراهيم، رشيد علي جان، الكاتب إبراهيم اليوسف، كلهم يحيوكم وغيرهم. يعني في كثيرين يوجهون لكم التحية والنجاح لنجاح الحلقة. دكتور علاء، يعني ذكر أستاذ سائر معلومات مهمة، أنه ملخصها أن ليس هناك حدود مقدسة،
يعني السوريون يتهمون بعضهم بعض إلى حد التكفير، وهذا موروث من الفكر البعثي الشوفيني والفكر العروبي اللي بدأوا عبد الناصر ثم البعث ثم العائلة الأسدية. يعني صار حتى السوري الكل يخون الكل، يعني العربي يخون الكردي والكردي يخون العربي والسني يخون السني الشيعي والعكس صحيح. يعني فعلا هذا يعني انتهاك يمكن لم يحدث في أي دولة مثل ما عم يحدث الآن في سوريا. يعني هل هناك من يعزو ذلك إلى العقيدة العنصرية، العقائد العنصرية، وأيضا إلى التطرف الديني، وتحديدا الإخوان المسلمين المتهمين بشكل عام أنهم والبعثيون يلتقون في بوتقة التكفير وإلغاء الآخر؟ يعني أنا أيضا أبادل الإخوة الذين أرسلوا إلينا تحاياهم، وأنا أبادلهم التحية بتحية أجمل وألطف، وأدام الله علينا وعليكم المسرات. أنا بداية لابد أن أشير أن أخي الأستاذ ثائر قد ابتعد بعض الشيء عن مضمون الحلقة باسترساله في سردية تاريخية تتحدث عن حق الشعوب وعن الاتفاقيات السياسية، ونحن نتحدث حقيقة عن وضع محدد، وهو الانتهاكات المنظمة في سوريا. وإذا أردنا مكونة من عدة شعوب كمان، خلينا نكون واقعيين، مكونة من عدة شعوب. نعم. وإذا أردنا أن نتحدث عن الانتهاكات، فأنا حقيقة أرى يعني عزو الانتهاك إلى العقيدة البعثية أو الناصرية أو إلى الإخوان المسلمين أو إلى النظام ذاته، أعتقد أن في هذا اختزال وتبسيط لأصل المشكلة. أصل المشكلة تعود إلى أننا منذ مئات السنوات نحن محكومون بأسر. هذه الأسر إما أن تحتكم إلى شرع القبيلة أو شرع التسلط المسلح الذي يقود الجميع بحكم الإكراه للإذعان والمبايعة القسرية. نحن لم نخضع لحياة قانونية منذ مئات السنوات. وأنت إذا دخلت إلى العاصمة دمشق وتجاوزتها بعدة كيلومترات باتجاه جوبر وزملكة وعربين وحرستا، سوف تجد أن مناطق بائسة لم تتعرض لأي رعاية مدنية أو حقوقية أو صحية أو اجتماعية. هذا يعكس لك الأزمة الحقيقية. نحن نعاني من أزمة إدارية، ليست فقط تجليات وحقبة البعث أو وجود الإخوان أو عدم وجود الإخوان. هذه سنوات قديمة تعرضنا فيها، وللأسف البعض يجملها فيطلق عليها أنها خلافات إسلامية، كما حكمنا باسم الأسرة العثمانية التي كانت يقتل أفرادها بعضهم بعضا لكي يستمروا في الحكم بطريقة يقشعر الأبدان منها من جرائمها. وحكمنا أيضا بالدولة العباسية وكذا وكذا، ودول كلها قامت على بعد عن المعنى الإداري. سوريا اليوم الانتهاكات التي فيها هي حقيقة نتيجة الجهل الذاتي. عندما لا تخضع الدولة لفكرة المواطنة ترتد المكونات إلى الهويات البدائية، فالهويات البدائية فيها أمراض وفيها علل لأنها لم تخضع لنماء طبيعي ونماء حيوي من نتيجة تبادلات طبيعية بين المكونات. فما نراه اليوم هو عبارة عن حقيقة النظام السلطوي الذي عشناه منذ مئات السنوات، وكان في آخر صوره هو بشار ومن قبله والده. هذه الأمراض التي نحن نعانيها اليوم والانتهاكات علينا أن نتحدث عنها بشفافية واضحة. لا نبرئ أنفسنا كعرب، ككرد، كمسلمين، كسنة، كعلويين، كشيعة. الكل مارس نوعا من الانتهاك على الآخر. ولكن لو تساءلنا، أنا من أكراد دمشق لا أستطيع
أن تتجافى مشاعري عن التعاطف مع الغوطة الشرقية وما حصل فيها، ولكن أريد أن أسأل: هل الكثيرون من الخط الآخر يتعاطفون مع ما حصل من انتهاكات لأبناء عفرين؟ لماذا لماذا أنا لا أستطيع أن أصمت عن الانتهاكات التي وقعت لأهالي الغوطة الشرقية، بينما أجد أن أخي السوري من مكون آخر أو من مكونات أخرى تشرعن ما حصل في عفرين بحجة خلاف أو تواطؤ ضد إدارة كانت تدير تلك المنطقة؟ بس تستوطن دكتور، بس تستوطن حتى تستوطن يعني في نعم. عفرين. ولماذا أيضا يحل لكل المكونات أن تتواطأ وتجد لها علاقات سياسية مع أشد حليف لأكبر القتلة للشعب السوري؟ ولماذا يحرم على الآخرين أن يكون لهم علاقات سياسية ودولية ونوع من التخلص من ربقة المحاصرة الداخلية أو الخارجية؟ أنا أتحدث بالتفكير بصوت مسموع. دعنا نقوم بعصف ذهني لتبرئة وتنظيف المشاعر وتعقيم الأفكار. هذه الانتهاكات المعنوية البينية الفكرية التي تمارس من قبل السوريين على بعضهم البعض. أنت عربي إذا أنت من شاربي بول البعير، أنت كردي أنت بدوي لا أصل لك، أنت سني إذا أنت داعشي، أنت مسلم إذا أنت إخوان مسلمين، أنت كردي إذا أنت بككي، أنت بككي إذا أنت عليك أن تقتل، إذا أنت من الشعب الكردي في عفرين فأنت ستلاحقك الماكينة التركية بتكفيرها لك لأنك أنت ملحد أو أنت انفصالي أو أنت تشكل خطرا قوميا وأمنيا على الترك. هل هذه من الأخلاق؟ من الآيات القرآنية التي للأسف لا يؤمن بها الكثير من المسلمين: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إذا اختلفنا نحن مع قومية أو مع حزب ما أو مع إدارة سياسية، لا يمكن أن نختصر ذلك الشعب بذلك الحزب، ولا يمكن أن نختصر قومية ما بحزب ما. لا يمكن أن أقبل أن تقول لي أن كل عربي هو بعثي وكل بعثي هو صدامي. هذه اختزالات مضحكة. لا يمكن أنا ككردي أن أقبل أن تقول لي أني خضعت لتعريب أو لإكراه أو لكذا أو كذا. لابد أن أعترف أني أنا هناك قصور ذاتي مني، وهناك أيضا يعني كان خطأ كبيرا جدا من قبل السياسات الخاطئة التي مورست علينا. أخي الفاضل، المسلمون تعودوا وجزء من السوريين أن يتعاطفوا مع مسلمي روهانجا، لكنهم لا يمكن أن يتعاطفوا مع طفل أو أسرة عفرينية. التبريرات موجودة، الأصوات العاقلة تكاد تكون معدومة باستثناء أستاذنا الزعيم الوطني معاذ الخطيب والبعض من الأسماء القليلة التي تعاطفت مع ما حصل في عفرين. أنا أتحدث على مستوى القيادات والزعامات، لا أتحدث عن الناس يعني مؤمنين بعدالة قضية الشعب السوري والشعب الكردي داخل سوريا. أنا أريد أن أسأل من أقصى الإدارة الذاتية، من أعلى رأس في الإدارة الذاتية إلى المجلس الوطني بكل تشكيلاته: هل هناك كردي يقول بالانفصال؟ لا أحد يقول بالانفصال. لكن نجحت سياسات التتريك في انتهاك الداخل السوري، فحولت الاختلاف البيني الطبيعي بين المكونات السورية عربي وكردي، تركماني، شركسي، كلداني، صوراني، سرياني، آشوري، هذا الاختلاف الطبيعي حولته إلى خلاف في الوجدان الداخلي، مما أثمر نوعا من الانتهاكات الغريبة جدا جدا، تصلب في المواقف وتشنج في العواطف ضد بعضنا البعض. أذكر أني كنت في مظاهرة داخل فوبرتال في ألمانيا حول الانتهاكات وما حصل في عفرين. أصدقك القول وأصدق أخي الأستاذ الناشف أن لم يكن ثمة عربي واحد من السوريين في المظاهرة، رغم أنها تتجاوز الآلاف، حز في قلبي هذا الأمر. لماذا كل هذا الأمر؟
هل هذا التدجيل والتدجين السياسي التركي وصل إلى حد أن يخاصم الإنسان بعده الاجتماعي والتاريخي وقيمه الحضارية وقيمه الإنسانية وقيمه الدينية وقيمه الاجتماعية؟ نحن لدينا وشائج قرب الأرض التي يفتخر فيها أهل الشام، حي القيمر، هذا بني على يد الكرد. الأماكن الراقية التي في دمشق نواتها كرد، حارات يمتزج فيها الدم الكردي بالعربي، أمي عربية، أحفادي عرب، أنا متزوج من عربية، ابني يتزوج من عربية، نحن بيننا بعد اجتماعي كبير جدا. لا يمكن أن نكون كلنا رهن إشارة السيد أردوغان وسياسته الخاطئة. هذه انتهاكات مصموت عنها جدا جدا. هنا يلفتني نظر مقالك: أنا أكره أردوغان. لماذا تكره أردوغان؟ أنا أكرهه لأن هذا الرجل أساء لعدة نواحي. عندما يريد أن يشرد الشعب الكردي يعلن الجهاد السيد ترامب، وينفذ ويعطي الأمر السيد أردوغان، ويقوم بالتطبيق مجموعة من المرتزقة. أول شيء قتل في الشعب السوري العلاقة السلمية الماضوية بأكملها، وأثر لعشرات السنوات. نحن بحاجة إلى حلول من الخبراء السياسيين والأنثروبولوجيا والسيكولوجيا لمداواة الجروح التي أنشأتها السياسات التركية الخاطئة بقيادة السيد الرئيس أردوغان. هذا في جانب. في جانب آخر هو يسيء عندما يرسل مجموعة من المرتزقة باسم الإسلام، واليوم يتجهز أبو عمشة والفصائل المدعومة من تركيا للدخول إلى أفغانستان. اليوم يتجهزون للدخول إلى أفغانستان. واقعيين، غالبية المسلمين السنة، الإخوان المسلمون تحديدا يعتبرونه الخليفة الإسلامية. يعني أنا أول شيء سأكون معك صريح، أنا مسلم سني، ولا أعتقد أننا كمسلمين سنة نعتقد أنه هو خليفة، ولكن سأكون معك صريح، هناك انتماءات حزبية ضيقة تلتقي مصالحها مع هذه السياسة وتلك السياسة. لا نستطيع أن نختصر السنة. حتى الإخوان المسلمين يا أخي، لا يمكن أنا وأنت أن نطلق أحكاما تعميمية تعسفية تتناقض مع الواقع. الإخوان المسلمين تيار له ملايين المناصرين في العالم، أنا ضدهم وأسميتهم في كتابي الذي ألفته عن الشيخ معاذ الخطيب، أسميتهم بحزب الإخفاقات. لكن لا يمكن يا أخي الفاضل أن تختصرهم بموقف واحد. هناك من الإخوان المسلمين من يقول لك اليوم يعني حتى نؤكد لك أنهم ليسوا كلهم على موقف واحد. اليوم الإخوان المسلمون يتجهزون للرحيل خارج تركيا بعد أن أمرت تركيا بإلجام ألسنتهم بالحديث عن الخلاف الذي في مصر. إذا لا يمكن أن تكون كلهم مع مصر. نعم. إذا لا نستطيع أن نطلق حكما واحدا. كما أيضا أخي في السياسة والحوار وحقوق الإنسان لا يمكن أن تعطي أحكاما تنسف فيها الآخر. حتى مع بشار الأسد نحن مطالبون أن نحاول إلى أن نصل إلى نقاط نسميها العدالة الانتقالية ومحاكمته ضمن الأمور التي يمكن أن نصل فيها إلى أقصى من درجات من حقن الدم. لا يمكن أن نتحدث عن انتهاكات ونحن لا نقول أن هذه الانتهاكات هي جزء منها تعود للتدمير الذاتي، وهو ما يشير إليه الآن الأخ في تعليقه الطويل، يقول أنه تطبخها دوائر المخابرات على نار هادئة ثم تتلقفها زعامات حزبية. هذا الكلام فيه شيء من الصحة، ولكن أيضا تحياتنا له. لكن أيضا سأكون معك صريح، هذا الكلام ينبغي أن نقول أن لا أحد يستطيع أن يمتطي ظهرك إذا لم تنحني أنت له. لو لم نكن نحن نملك قابلية لمن يقودنا ويسوسنا ويخطئ من أخلاقياتنا لا يمكن أن نتحدث عن هذا الامتهان أو هذا الذل الذي نعيشه نحن كسوريين. لا يتميز العربي عن الكردي، عن كل الخارطة السورية فيها نوع من الذل بنسب متباينة، ولكن أنا ألمي لا يتوقف عندما أشعر أنك عندما يرفع الكردي صوته يقول أنا في ألم،
تجد الكثيرون يصمون أو الكثيرين يصمون آذانهم ويقولون كل سوريا ألم. لا، نسب في الثمانينات كل سوريا تعرضت لسحق وضرب من قبل النظام السوري، لكن من أكل الضرب على رأسه وأرضه وعرضه هم أهل حما. فلا يمكن أن أقول والله إنه أخي كله أكل. لا، هناك نسب. الشعب الكردي من المكونات الأساسية للشعوب السورية أو للشعب السوري. هذا المكون يستحق نوع من الطبطبة على جراحه، من الحنان. نحن لا يمكن أن تعالجوا فقط باتفاقيات سايكس بيكو. هل فكر الكثيرون لماذا لا يثق العربي لماذا لا يثق الكردي بغالب العرب وبغالب المسلمين؟ هل فكروا لماذا فقد الكردي مصداقية الآخرين عنده؟ لأن الكل عندما يتحدثون عن العدالة للأسف يتوقفون عندما يكون الأمر يتعلق بالكرد. وأنا أعتب أيضا على الكرد أن مفرقعاتهم الإعلامية الكثير منها لا تتوجه إلا إلى شتم العرب كقومية أو الإسلام كديانة، وهذا خطأ كبير جدا. السياسات الخاطئة تعالج بسياسات رشيدة. الأديان نحن نعرفها تماما، ولغة العنف. نعم، الأديان نحن نعرفها أنها هناك من ينزو عليها ويسيطر عليها ويقمعها. نحن رأينا أن الكنيسة الأرثوذكسية كانت خرجت تبارك السيد بوتين وصواريخه التي يرسلها على الشعب السوري الأعزل. هذا الأمر لا يمكن أن أنقد الكنيسة الأرثوذكسية، وإنما أقول بعض الذين حولوا ديانتهم إلى دكان هم الذين كانوا وراء هذا القتل الإجرامي. الانتهاكات أخي الفاضل ينبغي أن نصحح نوعا من الانتهاكات التي هي محل سكوت وتواطؤ عالمي، هي الانتهاكات النفسية والمعنوية التي الآن للأسف يتم ترسيخها والصمت عنها. لا يمكن للسوريين أن يتعافوا إذا لم يبحثوا عن جذور الانتهاكات المعنوية السائدة اليوم بينهم. لا ينبغي أن يستحي الكردي من كرديته ولا العربي من عربيته، ولا يستحي العربي أن يقول أوقف استنزاف أهالي عفرين وأعيد عفرين لأهلها. لا يمكن للكردي أن يكون له عزة وهو يقبل أن يذل أهالي الغوطة الشرقية. لا يمكن أن يكون لسوريا كرامة دون أن تكون عزة الكردي في جبينه وفي يده العربية وفي توحد وتلاقي القلوب. لا يمكن أن نلوم ديانات ومكونات وقوميات. نحن اليوم جميعا يا أساتذتي الكرام، نحن جميعا اليوم مدعوون لأن نكون من فرق الإسعاف ومن فرق المشافاة، لا من عيدان الفتنة. من أشعل نار الفتنة لا يعني أن النار لعبة. ومن سار في الخطأ لا يمكن ومن سار في الخطأ لا يمكن إلا أن يدفع الضريبة مرتين، مرة لأنه سار في الخطأ، ومرة أن عليه أن يعود إلى الصواب. علينا أن نقول أني ككردي أفتخر بالعربي، وأني كعربي أفتخر بالكردي، وأننا كلنا جسد واحد، وأن حق الشعب الكردي أن لا يوجد. أقول لك بصراحة وأنا أشهد الله وصادقا فيما أقوله، لا يوجد عند الكرد نوازع للانفصال إلا من كثرة الضرب على رأسهم، ضربهم. الآن عندما تسأل المسمار ليش دخلت بالحيط، له اسألني ليش، مين اللي عم يضربني؟ الكرد يملكون حقوقا، يريدون حقوقا مشروعة، يريدون سيادة على لغتهم وعلى أراضيهم. أنا أعرف أن كردا من أهالي حلب يقولون لا. أشكر الأخ الذي يعلق، أشكر، شكرا جزيلا. كل التحية له. طبعا هو كاتب ورئيس تحرير أسرة مجلة خيمة. شكرا أخي الفاضل، شكرا أستاذنا الكريم. أعتذر. فأنا أعرف كردا من أكراد حلب يقولون لك لا نستطيع أن نتنفس دون أن نجلس على شرفات جبل قاسيون في دمشق، ودون أن نشم الياسمين الشامي، ودون أن نتجول أمام بردة في الزبداني أو هنا أو هناك. أخي الفاضل،
النزعة والانتهاكات البينية، أنا أدعوك أستاذ سليمان وقناتكم والأستاذ عبد الباقي والأستاذة رشيدة وكادركم الجميل والإخوة المشاهدين أن نقوم بشيء خارج عن الأطر السياسية. السياسة لا تجمع، صدقوني، ما يجمعنا هو الصدق في القيم. عندما نقول أن قيمة العدل لا ينبغي أن تتفاوت بين العربي والكردي، بين السني والشيعي، بين العلوي والدرزي، بين العلوي والسني، لا يمكن أن تختلف القيم. ساعة ذلك سنقول أن هذه القيم هي التي تؤسس لسياسة رشيدة. لا يمكن أن نكون نحن نفكر بخلاص ونستبطن فيما بيننا الانتهاكات البينية المعنوية والشماتات المتبادلة فيما بيننا. الله لا يؤمن للكرد أخي مجموعة من الملاحدة، الله لا يؤمن لأهل الغوطة مجموعة بيستحقوا هيك يصير فيهم. هل هذه طريقة للخلاص؟ ما دمنا نحن نفكر بأن كل واحد هو الذي ينبغي أن يتخلص، فاعلموا أن هناك من سيخلص على الجميع واحدا تلو الآخر. لا يمكن أن ننجو إلا بيد وروح واحدة، ثقافة المواطنة. وهذا مصدر عشقي للزعيم الوطني معاذ الخطيب، هو يتحدث بحلول الأبوة للسياسيين وللسوريين أكثر من موضوع المراهنات على السياسة. أعتذر أنا. وكذلك قالها الملا مصطفى البرزاني، يعني قال ثورتي في العراق ثورة ضد الأنظمة، ضد الطغاة وليس ضد العرب. يعني أستاذنا سليمان، يعني الرئيس البرزاني هو رئيس خالد في وجداننا وفي وجدان المنطقة، والكل عربا وغير العرب يقدرونه، وهذه قامة. ونحن لكننا يعني أنا أشكر لفتتك الكريمة، ولكننا نحن نتحدث حقيقة حول مشهد داخلي مؤلم. أنا سررت بالنفس الذي يتحدث فيه أخي الأستاذ ثائر، رجل يتحدث عن الحقوق وعن إمكانية أن يعاد ترسيم الأمور، لكن في هذا الوقت وفي هذا السياق حقيقي صديق وأخ عزيز، لكن في هذا الوقت وفي هذا السياق قد يكون لمفاعيل هذا الكلام أخطار كبيرة جدا جدا. نحن اليوم سأكون معكم صريح، نحن اليوم في مهددون كسوريين كلنا، ومناطق شمال شرق سوريا مهددة أيضا على وجه الخصوص بنوع من التجريف والتغيير فقط لمجرد هواجس أمنية لبعض الدول وفي مقدمتها تركيا. فعلينا نحن أن نحيي فكرة النوازع والروابط الداخلية. أنا الآن كرجل أتيت منفيا إلى أوروبا، إلى ألمانيا، لا يعنيني من القرارات في الحكومة الألمانية إلا ما يلامس جرحي كأقلية هاجرت إليها. أنا أبحث دائما عن القرارات التي تنصفني. هكذا دوما تفكر الأقليات. إذا أرادت الأكثرية أن تفكر بمنطقية، عليها أن تعود وتتواضع لتفكر كيف تفكر الأقلية. لا يمكن أن تقول للكردي اليوم بعد أن رأى الرايات الجهادية نحن الكرد ليسوا بأقلية بسوريا، يعني حتى هناك من يقول الكرد إذا لم يكونوا أكثرية فهي ليسوا بأقلية. يعني نعم، لا يمكن أن نقبل أن يقول، لم يعد الكثير من الكرد يقبلون أن تقول لهم إننا نرتبط بالكرد كإسلام، لأن الكرد ليسوا كلهم من المسلمين وإن كان غالبهم من المسلمين. ولم يعد الكرد يثق أن القرابات السياسية تكفي. نحن نحتاج إلى حلول من خبراء وصادقين، يعني ونريد أيضا إنسانية كبيرة في علاقاتنا على مستوى الداخل السوري وعلى مستوى أيضا خطابنا للخارج، خارج سوريا. تمام، أشكرك دكتور. يعني باختصار سائر، يعني اللي فهمته من دكتور علاء الدين أرشي يدعو إلى تأهيل أو إعادة بناء الإنسان السوري، يعني دولة المواطنة، إعادة بناء الإنسان وفق فكر ومبادئ جديدة تؤمن كرامة وحرية وحقوق الإنسان. أستاذ سائر، نحن نتكلم عن انتهاكات، وحكى الدكتور كثيرا عن الانتهاك اللي صار في سوريا، ولكن برأيك لماذا الدول الأوروبية، لماذا العالم الغربي تحديدا الدول الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية، الدول اللي تدعي حالها أنها ديمقراطية، ساكتة عن الانتهاكات
الإرهابية المنظمة في سوريا. برأيك يعني هل أوروبا بحاجة إلى برهان أنه رفعت الأسد مجرم؟ هل بحاجة أن بشار الأسد إرهابي وحاشيته ماذا يفعل؟ حتى هل إيران بحاجة أنه أوروبا بحاجة لدليل بأنه إيران نظام إرهابي في المنطقة؟ هل يعني لماذا هذا السكوت؟ أم العدالة خاضعة للغة المصالح يعني؟ تفضل أستاذ سائر. لا شك أن العدالة الدولية تخضع لاعتبارات دولية في صلبها المسائل والقضايا السياسية. يعني لا نستطيع إطلاقا أن نبرئ ساحة العدالة من أي تدخل سياسي، وكذلك أيضا ما تفرضه مصالح الدول على مجريات أي محاكمات دولية تخص مجرمي الحرب أو تخص الأنظمة والحكومات والأفراد الذين ينتهكون حقوق الإنسان بشكل صارم. وأنا هنا سأعرج على مثال تاريخي بسيط حدث في الأمس القريب، ما جرى في البوسنة والهرسك من انتهاكات وجرائم يندى لها جبين الإنسانية جمعاء، ليس فقط جبين أوروبا، يعني باعتبار أن البوسنة والهرسك دولة تقع في قلب أوروبا، يعني في ما بين شرقها وغربها. لكن مصالح الدول في ذلك الوقت عندما نشبت الحرب في البلقان كانت مصالح الدول تصب نحو إنهاء هذا النظام، أي بما يعني النظام اليوغوسلافي باتجاهاته الاشتراكية وبتمركزه كمعسكر شرقي. وبالتالي وجدنا مجرمي الحرب يقبعون في لاهاي في هولندا، ويتم سوقهم يعني بصورة مذلة رآها العالم عبر الإعلام. والسؤال هنا لماذا أيضا لم يحدث ذلك في سوريا؟ والعالم كله والمحاكم الدولية، لا أعني فقط محكمة جرائم الحرب الدولية في هولندا، بل المحاكم في ألمانيا، في فرنسا، في النمسا، في بريطانيا، في الولايات المتحدة، كذلك أيضا حتى يعني في دول شرق أوسطية تمتلك وثائق ضخمة وهائلة، يعني أريد أن أقول هرم من الوثائق التي تدين نظام الأسد وتوثق هذه الجرائم بالصوت وبالصورة أيضا. يعني ربما تقنية التوثيق في الحرب السورية وفي الانتهاكات السورية تفوق بكثير ما تم توثيقه من جرائم حرب في البوسنة والهرسك على سبيل المثال. تماما، انما المعارضات اللي كمان الفصائل المسلحه نعم بالخارج طبعا يعني طبعا سأتكلم يعني لا نريد فقط أن نضع الاتهام أو أن نوجه الاتهام حقيقة صوب نظام الأسد، باعتبار أنه يعني كان سباقا في الجرائم التي ارتكبها منذ الثمانينيات، يعني منذ وصول النظام إلى اليوم. يعني جرائم لم تسقط أنا برأيي بموجب التقادم أو بعوامل الزمن، جرائم حماة وجرائم حلب وجرائم تدمر معتقلين، يعني ما ذنبهم حتى لو كان لهم انتماء سياسي بعينه. هو بالأخير إنسان، من حق أي إنسان أن يعيش يعني حاله كحال أي. هذا هو منطق العدالة، يعني العدالة لا تفرق بين نوع بشري وآخر، بين عرق بشري وآخر. لذلك اليوم المصلحة الدولية إذا لم للأسف يعني تلتقي باتجاه الوضع في سوريا، لم يعني يكون هناك اتفاق دولي، وبالتالي عطلت وشلت يد العدالة في سوريا بموجب هذا يعني الصراع الدولي إن جاز القول، أو بموجب هذا يعني التحاصص كذلك الحال على الكعكة السورية. لذلك كله يعني جرى الصمت على جرائم نظام الأسد وعلى الجرائم التي ارتكبت على الساحة السورية بحق الشعب السوري بكل مكوناته التي ارتكبتها الأطراف الأخرى سواء داعش أو غيرها من التنظيمات العسكرية المسلحة التي يعني لم تكن بندقيتها موجهة إلى نظام الأسد وحسب. نحن يعني اعتقدنا حقيقة، وأنا أحد هؤلاء الناس. سائر هاي الأخت نهى قسيس تقول الإجرام اللي صار في سوريا ولبنان لم يحصل في أي دولة بالعالم وخاصة من قبل الحكام. طبعا يعني بلبنان ليس قليلا ما حدث
ربما كان في حافظ أثناء الأسد، الحرب الأهلية. حافظ الأسد يعتبره المزرعة الخاصة له. يعني نحن ربما عاصرنا الحرب الأهلية في لبنان، سواء حضرتك أو الدكتور علاء، يعني وإن كنا في سن، يعني في سن الشباب في ذلك الوقت. العسكري اللي كان في لبنان تماما. تماما، يعني كان العسكري السوري يعني يذل المواطن اللبناني، هذا أمر مرفوض، يعني يترك جرحا لليوم، حتى اليوم، يعني إلى اليوم. لاحظ كيف أن هذه الجروح لم تندمج، وهذه انعكست على معاملة اللاجئين السوريين الموجودين، يعني إخوتنا السوريين الموجودين اليوم في مخيمات لبنان في منطقة البقاع الشرقي. كيف يعني كل فترة نسمع أن مخيم احترق، أن لاجئ تم ربما عمليات قتل، يعني هناك جرائم قتل مورست ضد لاجئين سوريين، وحتى العدالة اللبنانية ممنهجة يعني من أتباع النظام، يعني من أتباع النظام، من حزب الله أو حزب أتباع. الله. طبعا يعني أنا هنا لا أريد أن أبرر، لكن هناك أيضا حالات فردية، يعني هناك جرائم ارتكبها حزب الله، هذه يعني لا يخفى، يعني آخرها حرق المخيم، يعني أنصار حزب الله هم من حرقوا المخيمات للسوريين ليناموا في العراء. لكن هناك جرائم فردية، هذه الجرائم الفردية ليس لها أي بعد سياسي، جرائم يعني على مستوى عامل سوري يعمل في ضيعة القرية اللبنانية، يتم مثلا ربما شتمه، ضربه، تعنيفه، ربما حتى ايضا الاعتداء عليه وصولا الى قتله. هذه جرائم فرديه، لكن لها اسباب نفسيه، الاسباب النفسيه التراكمات التي سببها حافظ اسد والجروح العميقه في فتره احتلال لبنان. انا ساسميه احتلال لبنان، نعم، وهناك مثقفون لبنانيون يعني حقيقه عندما كنا نتحدث معهم ايام ربيع دمشق وفي عام 2006 و7، وكذلك الحال عندما بدأ ربيع بيروت وقلنا لهم احتلال نظام الأسد للبنان، يعني تفاجؤوا أنهم لم يكونوا يتوقعون أن هناك مثقفين سوريين يمكن أن يتحدثوا بمثل هذا المنطق الصريح الواضح الذي يتحدث عن مظلومية الشعب اللبناني على يد هذا النظام، كما هي مظلومية الشعب السوري تماما يعني. ولذلك كله وللأسف الشديد العدالة الدولية اليوم في الوضع السوري أصبحت اليوم مجمدة، لا بل أصبحت على الرف بسبب السياسات الدولية، وهذا أمر مؤسف حقيقة لمن يسأل اليوم عن العدالة الدولية أين هي وأين أصبح محلها اليوم فيما يتعلق بالوضع السوري. يعني ربما بعد أن يكون هناك اتفاقا أن يكون هناك اتفاق دولي لحل الأزمة أو لحل الوضع في سوريا، قد يعني نشهد ربما غسلا فينا نقول مجلس الأمن الدولي صاحبة القرار هي لها يد أو تواطؤ بالإجرام اللي عم يصير في سوريا، بالانتهاكات اللي عم تصير في سوريا. تواطؤ مجلس الأمن الدولي هو في الصمت حقيقة، ومن يصمت يتواطأ يعني بالمنطق. وأقصد تحديدا روسيا والصين اللي صاحبة الفيديوهات اللي كانوا طبعا يوقفوا كل القرارات يعني على مدى طويل. يعني شهدنا خلال 10 أعوام كل فترة يكون هناك مشروع قرار في مجلس الأمن يتم تعطيله بموجب حق النقض الفيتو. ولكن ماذا عن هيئات الأخرى للأمم المتحدة، الجمعية العامة وكذلك الأمر هناك؟ يعني الأمم المتحدة ليست مختصرة بمجلس الأمن الدولي، هناك أيضا هيئات أممية لها تأثير ولها يعني أيضا حضور دولي فاعل. منظمة العدالة اللي في لاهاي، محكمة العدل الدولية اللي في لاهاي خاضعة قراراتها للمجلس الأمن، يعني خاضعة لمجلس الأمن. ولكن أريد أن أقول هنا حقيقة لماذا اجتمع مجلس الأمن واتفقت الدول الكبرى في مجلس الأمن على اتخاذ قرار بشن الحرب ضد داعش في عام 2014 عندما تم توجيه ضربات عسكرية قاصمة لتنظيم داعش في سوريا وكذلك الحال في العراق. أنا أتكلم عن شرق سوريا وكذلك الحال في المنطقة الغربية في العراق، الأنبار وصولا إلى الموصل. نعم هناك جرائم ارتكبتها داعش ضد مكونات في المنطقة، المكونات العربية والكردية على رأسها، ليست فقط معاناة الأهل والأخوة في جبل سنجار، أنا يعني هنا الأخوة الأيزيديين، معاناتهم يعني ربما لا تستطيع الجبال أو لا تستطيع الجبال حملها، مأساة حقيقية. أنا وصلتني يعني قصص وصور من الرقة كيف إبادة بشرية، كانت إبادة يعني
إبادة، يعني كيف كانت عمليات السبي والبيع، ويعني أصبح هناك في الرقة سوق نخاسة للأسف يعني. وهذا أيضا يمس بتاريخ هذه المدينة وبأيضا سمعة أهلها وناسها. والآن يحصل في عفرين وفي مناطق الإيزيدية في رأس العين سريكاني وتل أبيض وعفرين، طبعا عم تصير بتوجيهات من أردوغانية. فأنا وقوفا عند ذلك كله اتفقت الدول الكبرى على اتخاذ، يعني بما فيها روسيا التي كانت دائما تعارض السياسات الأمريكية فيما يخص بالوضع في سوريا، صمتوا كلهم واتفقوا، ثم اتخذ القرار الدولي بشن ضرب الدول، وشاهدنا كيف أن داعش اندحرت. إذا هناك جرائم لداعش وهذه الجرائم موثقة. أيضا بالمقابل هناك جرائم للنظام الأسد وهي موثقة. فلماذا يتم ربما، وهذا هو السؤال، لماذا تم الاتفاق على وضع حد لجرائم داعش ولم يتم الاتفاق حتى الآن على وضع حد لجرائم نظام الأسد؟ لو كانوا السوريين متفقين فيما بينهم لاتفقت الدول الكبرى على حقوقنا نحن. يعني لا يغير الله ما بقوم حتى ما يغيروا ما بأنفسهم. سأعود إلى الدكتور علاء. دكتور علاء، سؤالي ما قبل الأخير، يعني أنت شخصية كردية دمشقية دينية بفكر مدني أو علماني إن صح التعبير، ما بعرف يعني هل توافق، هل تؤمن وتعمل لفصل الدين عن الدولة والسياسة؟ هناك من يقول لأنه كل البلاءات المجتمع الآن تدخل رجال الدين، يعني وخاصة كونه في منطقة مسلمة رجال الدين الإسلامي بالحكم، يعني هي أسبابها طبعا، وبيستشهدوا بما حصل في أوروبا وأيام العصور الوسطى، يعني كيف الكنيسة كانت تفسد الدولة، والآن الدين هون تدخل الدين بالدولة تفسد العلاقات بين المكونات الدولة الواحدة يعني. أشكرك أستاذ سليمان، لكن دعني يعني فقط أشير إلى نقطة حضرتك أشرت إليها قبل سؤالي، وقلت أنه على السوريين أن يتفقوا. لا يوجد شعب على وجه المعمورة متفق على قضية واحدة، فلا يمكن أن نجمع السوريين على يعني صوت واحد حول قضية واحدة إلا قضايا مفصلية عامة. أما موضوع الدول تنتظرنا حتى نتفق كي يتفقوا على أن ينصرونا، فأعتقد أن هذا تعليق أمر بأمر لا دخل. نتفق على شكل الحكم مثلا تكون سوريا ديمقراطية تعددية فيدرالية هكذا يعني. أعتقد أن كل الشعب السوري مؤمن بأن سوريا ينبغي أن تحكم بلغة مغايرة عما تم سابقا، وأن هناك ينبغي أن تكون حكومة ديمقراطية تنتمي إلى الشعب دون إقصاء أي مكون. بالعودة إلى سؤالك أخي الكريم أستاذ سليمان، أنا مع رفع يد الدولة عن الدين وعدم تحويل الدين إلى جزء من ملاك الدولة. المشكلة أن الدولة في سوريا نحن نتحدث هي تدعي الدولة يد عن الدين، أما الدين عم يتدخل بالدولة، يعني الدين رجال الدين عم يتدخل. أنا سأتحدث معك رويدا يعني حتى نمشي نقطة نقطة. أنا أدعو إلى أن ترفع الدولة يدها عن الدين وأن لا تحوله إلى جزء من أملاك الدولة، لأنها بذلك تفسد الدين وتفسد الدولة. الدولة تدعي أنها علمانية، ولكن على أرض الواقع تستحوذ على الدين المسيحي والدين الإسلامي والقوميات كلها وتختصرها كما تريد، تارة بأنها قومية عربية، وتارة بأنها وحدة وحرية واشتراكية، وتارة بأنها دولة بشار الأسد يجلس يشرح القرآن ويفسر آيات القرآن الكريم وكأنه شيخ من الشيوخ، وكلنا نعرف أن الرجل قاتل مجرم. فأنا مع أن تكون هناك مسافة بين الدولة والدين، وأن لا يكون الدين تابع للدولة بأي صلاحية، لا تتحكم فيه ولا برجالاته ولا شيء، مثل المجتمعات الأوروبية. عندنا هنا المساجد أو الكنائس لا تتدخل الدولة فيها لا سلبا ولا إيجابا، ولكن الكل كنيسة ومسجدا عليه أن يلتزم تحت سقف القانون، سقف المشروعية القانونية التي تنص على تجريم وتحريم الخروج عن القوانين المتفق عليها في هذا المجتمع. فإذا أنا مع فكرة أن يكون هناك رفع ليد الدولة عن الدين، وعدم زج الدين في مهازل السياسة التي نحن نراها اليوم.
لو أتيت الآن وتحدثت معك بشكل واضح، متى تدخل الدين في الشأن السوري؟ في الثورة أو ما بعد الثورة أو قبل الثورة أو اليوم؟ لم يكن الدين حاضر إلا في خانة المفعول به، ولم يكن فاعلا في يوم من الأيام. يعني أنا سأكون معك صريح، يقول لك تدين الثورة تدين الثورة، أنا أقول لك الشيخ البوطي والشيخ راتب النابلسي والشيخ حسون وكل المشايخ لو جمعتهم في ساحة العباسين وأوقفت عمرو دياب يغني لرأيت نصف الشعب مال مع عمرو دياب وترك هؤلاء المشايخ. فمبالغة توصيف الدين ووضع الدين أنه كله يعني هو السبب المشكلة أو أن الدين هو الذي تدخل، مبالغة لا يوجد لها على أرض الواقع. هنا أذكرك بشغلة، أنا كان عندي برنامج على فضائية سوريا الشعب لمدة سنة وشهرين يومي، يعني دنجي أزادي صوت الحرية، وكان بعد مباشرة نلتقي أنا والشيخ عرور، كان أستاذ سائر معنا، يعني أنا ذاك بيعرفك. شيخ عرور كان يقول للشباب بداية الثورة، يقول يا أيها المجاهدون انتظروا جاريات الكرديات والعلويات. يعني لو بدنا نرد على العرعور لكل النساء العلويات والكرديات كانوا الآن جاريات لدى هؤلاء الفصائل التكفيرية. حبيبنا الغالي، حبيبنا أستاذ سليمان يعني الشيخ عرعور هذا نعم لا يمكن أن نضع مقياس ومصدر شو اسمه الحسون وهالشيوخ اللي كانوا يقولوا طلعوا بالانتخابات. لا يمكن أن نضع أستاذ سليمان المجانين مقياسا لتصرفات العقلاء. هذا كلام يعني لا أحد يقبل به. كلام العرعور كلام زعران لا يمكن أن يقبل به أحد فيه منطق مسكة إنسانية أو دينية أو أخلاقية أو وطنية. أنا أعود معك إلى فكرة تحميل الدين أوزار المرحلة. هذا جزء من الانتهاكات المعنوية التي تمارس على الشعب السوري. يعني أخي سأكون معك صريح، لا يمكن أن تؤمن بقومية، عليك أن تكفر بكل القوميات. لا العربي مؤمن بقوميته ولا الكردي لازم يؤمن بقوميته ولا أحد يؤمن بقومية أحد. هذه نقطة. في جانب آخر هذا انتهاك، في جانب آخر لا ينبغي أن تثق بمقدس الدين سبب المشكلة، الدين هو الذي أوقعنا في المشكلة. يا أخي ما كل الإرادات الدولية تغاضت وتعامت عن نصرة الشعب السوري. ما بقي غير يشتح الواحد بالزلط ويقول يا الله ما لي غيرك. ما عاد عنده شيء، ما في عنده أي شيء غير ربه اللي عم يلجأ له من الصواريخ ومن الضرب ومن الكذا. أخي الفاضل يعني حتى نكون منطقيين لا ينبغي أن نبالغ وأن نردد كلاما هنا وهناك. الدين هو حالة فطرية، كل الشعوب لها أديانة ولها لا دينية أيضا، لها لا دينية. يعني لا يمكن أن تضع أنا بالنسبة لي يعني أرى أن الدين يمكن أن يكون جزء من الحل في حياة ديمقراطية، ولكن أنا على قاعدة تعلمتها من حكيم الإسلام محمد الغزالي يقول لك لا يزدهر دين في مجتمع مقهور. لا يزدهر دين في مجتمع مقهور. كيف تطالب للدين أن يتنفس وهذا الدين خنق في صدره وعميت عيونه واشتثت رجالاته؟ كيف تريد أن يتنفس؟ لن يظهر إلا العرعور ومن كان ذنبه مغفور وما بعرف مين، هؤلاء المجانين على الساحة. لكن أنت لما تأتي لحياة يعني قريبة من الواقع تجد أن الناس يا أخي أجدادنا كلنا حضرتك وأنا والتاني سواء كنا إيزيديين أو سنة أو علويين أو شيعة، نحن بأكبر الحالات نقتل صرصور أو فأر في البيت. لا نستطيع أن نقتل أحد. لا تديننا يأمرنا ولا حياتنا تأمرنا ولا وضعنا ولا أسرنا ولا تربيتنا. المبالغة في قنص المقدسات في حياة الناس هو جزء من الانتهاكات المعنوية. الدين كما قلت لك هو هواء يتنفس الناس، والدولة هي التي تنظم علاقة الناس ببعضها البعض. والدين في مضمونه العام كما عرف هو وضع إلهي يرشد إلى الحق في المعتقدات وإلى الخير في السلوك والمعاملات، بمعنى أنه لا يدعم فسادا ولا يقر باطلا. فهذا يعني مع القسيس تقول الدين لله والدولة للجميع. ما في مشكلة، لكن آمل أن تطبقها الدولة في سوريا. نتحدث عن الدولة. المشكلة أن الدين في جيبة السلطان
والشعب خدام للحكام. هذه هي القاعدة المطبقة في علمانية سوريا. يعني لا يوجد عندنا في علمانية سوريا بالفعل هذه الحيادية. أنا أدعو الدولة أن تقف حيادية من الأديان، وأن تكون يعني لها أيضا موقف. هلا أبو ثروة ملا يشير إلى نقطة رائعة، ويقول لك أن الأحزاب في الحاكمة ذات صبغة دينية في أوروبا. نعم، هذا حقيقي، نعم هو موجود. وأخي لا يمكن أحد أن يصادر هوية مجتمع. يا جماعة القوميات والأديان هي حقوق فطرية، لا يمكن للناس أن يتعالوا فيما بينهم ضد بعضهم البعض بسبب هذه الانتماءات. لا يمكن أن أحول القومية إلى ديانة، كما لا يمكن أن أحول الديانة إلى قومية، كما لا يمكن أن أجعل من القومية رأسا ينطح الدين وينطح ويكسر زمامه، كما لا يمكن أن أجعل الدين منصة للتشهير بالقومية. هذه الأشياء كلها لعب سياسية في سلك البعث السوري والجهل الذاتي للمجتمعات. يعني أنت عليك أن يعني حقيقة أستاذ سليمان مع هذه القناة الفضائية الميمونة، مع الأصوات العاقلة مثل أخي الأستاذ ثائر ومع الأستاذ عبد الباقي، وأنتم ككادر كبير عليكم أن تدعموا الحل. الحل هو ليس أن نردد الشعارات المكرورة والتي تصيب حساسيات لبعض الناس أو الآخرين. هناك قيم متفق عليها. فالقرآن الكريم لم يقل إن الله يأمر بالصلاة للناس، وإنما قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، قيم ذات الصيغ المجتمعية التي لا يمكن للمجتمع أن يعيش من دونها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، العدل. لذلك إمامنا وحبيبنا الكبير وشيخنا الكردي بديع الزمان النورسي يقول: 3 قضايا دعا إليها الأنبياء في كل العصور: الإيمان بالله، والإيمان بيوم القيامة، والإيمان بالعدل. هذه القيم التي ينبغي أن نتوافق عليها، أو أن حتى نختلف. أخي، هناك من لا يقول أنه في إله، هو حر في هذا الأمر ما دام القانون يفصل بيننا ويحمي الجميع ولا يجعل جهة تنزو على جهة أخرى. أستاذ سائل، سؤالي ما قبل الأخير إذا كان لك تعليق على كلام الدكتور علاء الدين، ثم في سؤال يعني أنت كشخص هل تؤمن بفصل الدين عن الدولة؟ وأيضا كعربي سأناقشك، هناك غالبية الشخصيات السياسية الثقافية العربية تعتبر الإدارة الذاتية كردية، أي انتهاك تصير أي عمل تعتبر فرصة كردية، رغم أن الإدارة الذاتية على لسان كل قادتها يقولون نحن إدارة وطنية سورية وليست كردية يعني، وحتى حزب PYD ليس فيه اسم كردي. فأنتم لماذا تنتهكون حقوقنا مرة أخرى؟ لا أقصد شخصك الكريم، ولكن بشكل عام يقول الكرد عملوا كذا. يا أخي هي إدارة ذاتية، يعني كما هلق إذا النظام الإجرامي السوام الأسدي أو الائتلاف عمل شيء فينا نقول كل العرب عمل، فلماذا تقولون السلطة كردية وهي ليست كردية؟ تفضل. نعم، أنا أريد فقط أن أعرج حقيقة بما تبقى من الوقت على 3 محاور أو 3 مواضيع بالأحرى. الأول وهو ما يتعلق بتأهيل الإنسان السوري حتى نخلص من هذه الخلافات ومن هذه التراكمات السلبية التي فرضت ذاتها علينا جميعا، فحدث الشقاق بيننا ولم نعد نتفق على كلمة سواء بيننا، سواء في فترة الثورة والحرب أو حتى ما قبل ذلك. وهذا كله حقيقة استفاد منه نظام الأسد، فلعب على هذه الخلافات وعلى هذه التباينات العميقة الموجودة بين السوريين أنفسهم. ولذلك كله لا خلاص للسوريين حقيقة إذا لم يعيدوا تأهيل أنفسهم ويبنوا ذواتهم على أسس صحيحة كما حدث ربما في أوروبا، الدول التي عاشت تجارب الحروب. وبالتالي إعادة تأهيل الإنسان وبناء جيل جديد. الرهان اليوم هو على الأجيال السورية القادمة. نحن لا أريد أن أقول نحن انتهينا كجيل، لكن نحن نستطيع أن
نؤسس لهذا، يعني أن نضع اللبنات الأولى للجيل القادم حتى لا يكرر كما أخطائنا تحملنا وحتى كل لا. آلام الأجيال السابقة والآلام الحالية. نعم، هذه هي مراحل تطور أي مجتمع حقيقة. يعني في علم النفس وفي العلوم الاجتماعية لكل الدارسين والباحثين المتخصصين في هذه العلوم، يعني انطلاقا من المؤسس ابن خلدون الذي وضع أسس هذا العلم الكبير، علم الاجتماع، يعني تحدثوا عن مراحل نشوء وارتقاء الشعوب، وأيضا مراحل تشكل الدول وانهيارها. ولا أريد أن أقف عندها كثيرا، ولكن أعرج سريعا وأقول أننا في مرحلة ليست طبيعية للغاية، ولكن هذه هي يعني الظروف، مجمل الظروف التي نمر بها كانت لابد أن تضعنا أمام هذه المرحلة الصعبة التي يعني لا زلنا حتى اليوم نحاول أن نجتازها. لم نجتازها بعد، ولكن نحاول أن نجتازها. ونأمل أن يكون للأسرة وللعائلة السورية دور كبير، وللمثقف السوري أيضا دورا كبيرا في بدء إعادة تأهيل الإنسان السوري من جديد. طبعا لا يخفى أن وتعقيبا على الموضوع الثاني، وفقا للسؤال الذي طرحته حضرتك صديقي العزيز أستاذ سليمان، هو موضوع فصل الدين عن الدولة. وهنا يأتي دور رجال الدين المسلمين منهم والمسيحيين أن لا يكرروا تجارب الحقبة الماضية. يعني عندما كان الكثير منهم يخضع لسلطة الأجهزة الأمنية، لا ننكر أن الأجهزة الأمنية كانت تضع يعني جل حملها على رجال الدين المسلمين والمسيحيين ليكونوا ضمن توجهات وأيديولوجية السلطة. وأنا هنا أتفق مع الدكتور علاء الملطخة بدماء شعوبها. وهنا أتفق مع الدكتور علاء عندما قال في بداية مداخلته السابقة: أدعو إلى رفع يد الدولة عن الدين. نعم، أنا أتفق معه بهذه النقطة، وليس فقط يعني زحزحة الدين عن الدولة. نحن في الحالة السورية كان عندنا، يعني لا أريد أن أقول دولة، إنما نظام فعلا فرض كل حمله وثقله على رجالات الدين الذين كانوا قبل وصول حافظ أسد. يعني ربما كان الوضع أفضل بصورة مثالية. أنا أعني هنا المؤسسة الدينية في سوريا كان وضعها ربما أمثل حتى في فترة الوحدة مع مصر، ولكن عندما جاء هذا النظام لعب على كل التناقضات، وبالتالي أصبحت المؤسسة الدينية رهينة لهذا النظام. لذلك كله أنا مع فصل الدين عن الدولة ضمن تجربتنا الثقافية. يعني أنا لا أستطيع أن أفهم أن فصل الدين عن الدولة في بلد كسوريا، بلد مشرقي في سوريا كسوريا، يمكن أن يتم على طريقة فصل الدين عن الدولة التي جرت أثناء الثورة الفرنسية وما بعدها. الفرنسيون لهم تجاربهم الثقافية، لهم وضعهم الاجتماعي، لا يمكن أن تتكرر. يعني حتى في أوروبا نفسها عملية فصل الدين عن الدولة لم تكن نسخة مطابقة بين دولة وأخرى. يعني التجربة الفرنسية ما تم من فصل للدين للدولة في فرنسا يختلف تماما عما حدث في ألمانيا، ربما لأن هناك روم كاثوليك، في ألمانيا بروتستانت، إلى ما هنالك من هذه المسائل. يعني حتى العلمانية في أوروبا تختلف في شكلها. هناك يعني دول تنتهج العلمانية. النقطة الأخيرة بما يتحدث به عن موضوع الإدارة، أنا ليس لي تواصل حقيقة مع أي أحد من مسؤولي الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا. لم أقل ولكن التواصل، إنما نتهم من المكون العربي أي إدارة تعمل إدارة، يعني ممكن أن تخطأ تصح يعني كما أي سلطة أخرى يعني، ولكن وإدارة تقول أنا لست إدارة كردية، أنا إدارة شمال شرق سوريا. نحن كسياسيين مختلفين معنا نقول اسمه كردستان سوريا. هم تحدثوا يعني نعم هناك سياسيين كرد في الإدارة الذاتية. هؤلاء السياسيون الكرد لهم يعني حضور إعلامي بارز، ربما هذا هو الذي ثبت في أذهان الكثير من السوريين العرب أن الإدارة الذاتية هي إدارة كردية. عندما يظهر مسؤول أو يعني تظهر شخصية كردية لها تاريخ طويل في معارضة النظام، أنا لا أريد أن أذكر أسماء، فتنتاب الأذهان وأيضا تصيب مشاعر البعض حالة نفسية، ربما يقول أن الإدارة هذه هي إدارة كردية، يعني حكم كردي لمناطق عربية. أنا لا أرى الأمر بهذه الصورة. هناك فراغ حدث في عام 2016-2015 بعد اندحار داعش. هذا الفراغ كان سيملأه نظام الأسد. الإرادة الدولية، وأنا يعني هنا يعني مصالح الدول
لم تكن قد ذهبت بهذا الاتجاه. يعني هو أنا أيضا بالنسبة لي محارب داعش. نعم، فبالتالي كان هناك فراغ. يعني أنت تعلم الطبيعة تمقت الفراغ، وأيضا يعني لا يوجد فراغ اليوم في مسألة أي دولة أو أي بقعة جغرافية على الأرض. فبالتالي ملء هذا الفراغ لابد أن يكون ضمن مصالح واتفاق الدول. فكانت الإدارة الذاتية حقيقة تعبير عن يعني واقع طرح نفسه حقيقة بعد اندحار داعش. ولذلك كله اليوم لا أريد أن أقول الإدارة الذاتية هي جاءت لتملأ الفراغ، ولكن قبل أن يعني تندحر داعش كان هناك نوع من التنسيق السياسي والعسكري الموجود عند الكرد وعند بعض العرب الموجودين، العرب شركاء الكرد في منطقة شمال شرق سوريا، أنا أعني الحسكة وما حولها. كان هناك اتفاق موجود، هذا الاتفاق ربما تجلى وتبلور عندما اتخذ القرار الدولي بشن الحرب على داعش، وبالتالي اصبحنا امام واقع. القوات العسكريه نسبه العرب اكثر من الكرد نفسهم يعني في الاداره الذاتيه. يعني انا صدقا لا اعرف الاحصائيات، لا اعرف المسؤولين عن الاداره الذاتيه من هم، يعني ربما الا من خلال الاعلام ما اقراه على الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي اسمع بهذه المسؤوله او ذاك المسؤول. انا اتمنى ان تكون ان يكون انا ما اتمناه حقيقه هو الامن والسلام للمواطنين السوريين عربا وكردا في هذه البقعه الجغرافيه. اتمنى ايضا ان يكون وضعهم الاقتصادي افضل، ان يكونوا في حاله جيده من حيث التعليم ومن حيث الخدمات الاجتماعيه، وبالتالي نقلل من حجم الاوجاع التي يمكن ان تصيب هؤلاء الناس جراء ما سببته الحرب خلال 10 سنوات. يعني بعيدا عن كل أي اعتبارات أخرى يمكن أن نتحدث بها، ولكن أنا أرى أن الإدارة الذاتية أمر واقع، وهذا الأمر الواقع على كل السوريين أن يعني يتفهموه، وأن ربما يبدأوا في يعني ربما هناك دول يعني اليوم في المنطقة لم تكن على ود مع الإدارة الذاتية كتركيا على سبيل المثال. اليوم أصبح هناك ربما إعادة في حسابات السياسة التركية تجاه الإدارة الذاتية. يعني الكرد في العراق ربما في إقليم كردستان العراق ليسوا على ود مطلق وتام مع يعني قيادات الإدارة الذاتية من الشخصيات الكردية المنتسبة للأحزاب الكردية، سواء بخطها اليساري أو بخطها العلماني او حتى بخطها القومي. يعني هون اداره، هون يعني فكر اخوه الشعوب، يعني افكار افلاطونيه، جمهوريه افلاطونيه عندهم، هون فكر قومي واضح يعني تماما. يعني تماما يعني تماما. اشكرك نعم. جدا على هذا الدكتور، فعلا اللقاء معكم جدا ممتع، وانا يعني حلقات كثيره، يمكن حوالي 1000 حلقه من البرامج التلفزيونيه عم قدمتها، فعلا استمتعت جدا بهذه الحلقه. سؤالي الاخير هو ليس بسؤال، اي كلمه بدقيقه دكتور، اي سؤال كنت اتمنى اسالك اياه وما سالتك، او كلمه اخيره توجهها للسوريين عامه. انا ما اتمناه أو ما أرجوه، الرجاء ما قارنه عمل وإلا فهو أمنية. أنا أرجو للسوريين أن يعودوا إلى بعدهم الاجتماعي وبعدهم التاريخي العريق الذي كان وما زال هو يعني موئل لهم في استدامة واستقرار واستمرار الأمان المرتقب لهم. ما يحصل اليوم من أمراض حروب وأمراض سياسات دولية تريد أن تفرض بظلالها القاتمة على الشعب السوري ينبغي أن نرفض رفضا قاطعا. ينبغي أن نسعى لترميم الذاكرة الأخلاقية والذائقة المعرفية بين العرب والكرد وسائر المكونات السورية. يسأل البعض ما هي حلولكم العملية؟ الحلول العملية هي استعادة الوفاق النفسي قبل أي شيء، الكف عن الشتائم والشماتة المتبادلة بين الكردي والعربي والعربي والكردي، إعادة الحقوق إلى أهلها من كل الأطراف. الظلم لا يدوم، استدامة واستقرار فكرة العدالة، عدم تعليق مسؤولياتنا وأخطائنا على الآخرين، الاعتراف بالمسؤولية الذاتية،
ما أتمناه هو أن يكون هناك نوع من فرق الإسعاف من العقلاء العرب والكرد. نحن بحاجة إلى ترتيب البيوت، سواء كان البيت الكردي أو سواء كان ترتيب البيت العربي الكردي، أو سواء كان ترتيب البيت الطائفي السني العلوي أو الدرزي الشيعي السني العلوي الدرزي الشيعي. المكونات كلها بحاجة إلى نوع من إعادة ترميم العلاقات وتجسير الخلافات. نحن بحاجة إلى تكوين جبهة موحدة تثق بالقيم المشتركة، لا تعمل على إشعال الفتن. الإدارة الذاتية جزء من المجتمع السوري، لا يمكن أن نخضع في محاكمتها إلى عقلية تركية أو عقلية إملائية هنا أو هناك. الجيش الحر هو جزء من إرادة الشعب السوري، عليه أن يصحح أخطاءه وأن يفك ارتهانه للأجندات التركية وغيرها. المجتمع السوري بحاجة إلى أن يتنفس، نحن بحاجة إلى هواء صالح للتنفس، لا أن نملأ صدورنا بسموم الخلافات والاحتقانات. نحن بحاجة إلى أن نؤمن أنه لا مواطن صغير في مجتمع سوري. نحن بحاجة إلى نوع من التوافق على أن يكون السوري بغض النظر هو مكرم، سواء كان عربي أو كردي، لا يخاف أحد من أحد ولا أحد يستحي بقوميته. أنا أرفض حقيقة أن أظهر في مقابل عربي يأتي ليقول لي يعني أنه أنتم سبب، أو أقول له أنت السبب. يا أخي، ما كلياتنا عم ناكل قتلة، وكلياتنا رجلنا بالفلقة سوا، وكلياتنا اندبحنا. يعني حقيقة عندما أنا أتحدث مع الأستاذ الدار خليل أو مع بعض الشباب أو مع الإخوة في المجلس الوطني، الكل متفق على قداسة التراب السوري. لاحظ ماذا قال لك الأستاذ ثائر، قال لك أنا لا أعرف أحد في الإدارة الذاتية إلا ما أسمعه عبر الإعلام. هذا يعود بنا إلى ضرورة أيضا أن تقوم الأحزاب الكردية والشعب الكردي السوري أن يقوم بالمزيد بتعريف نفسه، من نحن وما هي القيم التي نريدها وماذا نريد لنا في المجتمع السوري. لا يمكن أن نقبل أن يملي علينا الآخرون ماذا يفكر وكيف يفكر الكردي. على الكردي أن يقول هذه هويتي ضمن التراب السوري، عليه أن يفك الاحتقانات الموجودة أيضا داخل الكرد أنفسهم على أنفسهم، وأيضا أن يمهد لحوار صريح. لدينا نحن شخصيات لامعة من كل الاتجاهات على مستوى الكرد عالميا، لدينا عائلة البرزاني على المستوى الداخل، عندنا مجموعة من العقلاء الكبار الذين يمكن سواء كانوا في الإدارة الذاتية أو في غير الإدارة الذاتية يمكن أن نرتب علاقات بينية وشائج قربة. يعني آمل أن نحشر دنيا وآخرة كلنا مع فرق الذين كانوا يساهمون في إطفاء الحرائق للشعب السوري. أنا كنت مسرور أننا نتحدث بعقلية توافقية. أنا أكره أن أظهر كخلاف مع مكون آخر وأنا أعرف أنه مثلي يأكل الضرب ويهان، وحتى وإن كنت أنا أيضا أعذب أكثر منه. يعني لكن لا أقبل أن أجلس أنا وإياك ديك ودجاجة نتصارع. أنا أحييك على هذه المبادرة أستاذ سليمان، وأحيي الأستاذة يسرى، وأحيي أخونا وأستاذنا ثائر على هذا النفس. هؤلاء يعني هو كما يقال لكل مولود من اسمه نصيب، هو ثائر حقيقة. وأهل الثورة لا ينظرون إلى المعايير السياسية، لذلك أنت لم يجد في نفسه خجل عندما قال الإرادات السياسية المتسيدة بالإكراه على جثمان وصدور السوريين. هذا اللقاء في هذا الوقت أنا أعتبره فرض ينبغي أن يدعم، وهذا الخط الذي تنتهجونه خط التوافق والتلاقي على الخير ينبغي أن يدعم. السوريون لديهم عدو واحد فقط، بشار الأسد وداعش، وما سواهما هوامش. كلنا نستطيع أن نتفاوض معهم ونأخذ ونرد ونقول له هيك منحمر عيننا فيه ومنشد له إذنه بشد لنا إذنه. نستطيع أن نخلق نوعا من التوافق على الخير فيما بيننا. أما الأسد وداعش هؤلاء خطوط حمراء لا يمكن التوافق معها. ومع ذلك هناك عندنا في ثقافة حقوق الإنسان هناك علم يسمى
الحوار مع الجماعات المتطرفة. هناك علم قائم في ثقافة حقوق الإنسان، حتى لو كانوا متطرفين علينا أن نناقشهم ونعدل من مزاجهم، والقفز فوق الواقع هذا يسمى كما يسميه الفيلسوف علي حرب ثقافة المكابرة التي تكسر الأعناق ولا تفيدنا في شيء. هناك واقع، علينا أن نحمي أي منجز على أرض الواقع، سواء كان هذا المنجز اليوم بيد الإدارة الذاتية أو بيد الجيش الحر. علينا أن نطالب الجميع أن يتحرروا من الارتهان لإرادة الخارجي، وأن يعبروا عن إرادة الشعب السوري بكل مكوناته. شكرا جزيلا لك. آخر دقيقة وآخر كلمة لك أستاذ سائر، طولنا كثير، تفضل. وأنا أشكركم وأشكر السادة المشاهدين، وكذلك في الحال أشكر الضيف العزيز الدكتور علاء الدين الرشي للنقاط المهمة التي طرحها أيضا خلال هذه الحلقة. ولن أطيل كثيرا، وأريد أن أقول أن التوافق بين السوريين اليوم أصبح مسألة ضرورية وملحة، وأنا أتفق مع الدكتور علاء عندما قال للسوريين اليوم عدوين هما بشار وداعش. بالفعل يعني نظام الأسد عبر تاريخه الطويل يعني وما سببه من أوجاع في النفسية السورية وأذى للمواطن السوري سواء في الداخل أو حتى في المهجر، وداعش أيضا التي استغلت أوجاع السوريين حقيقة وقفزت على آلامهم. ولكن اليوم نحن بحاجة إلى مد الجسور، بحاجة إلى مد الجسور فيما بيننا جميعا كعرب وكرد وسريان وشوريين وتركمان وبالأديان جميعها. أيضا هذه الجسور إن مدت بشكل صحيح اليوم يمكن أن تؤسس لحوار سوري وطني، حوار بناء لهدف بناء الإنسان السوري، وأيضا للتعريف بكل القضايا الوطنية والثقافية. علينا أن لا نكتفي بإدارة الظهر لبعضنا البعض، فأنا حينها لا أستطيع أن أعرف ما يفكر به شقيق السوري تجاه قضايا هي تعتبر مصيرية وقضايا تعتبر حاسمة بالنسبة لي. لابد أن نولي اهتماما متزايدا ببعضنا البعض، وأن نتحدث بروحية تامة، بروحية وطنية تامة مع بعضنا البعض. الوقت لم يدركنا أبدا، لا يزال هناك متسع من الوقت لبدء مثل هكذا حوارات على الأقل يمكن أن تخفف من الأوجاع والآلام التي تكبدناها خلال سنوات طويلة، وكذلك أيضا يمكن أن تردم تلك الحقبة يعني المؤسفة التي عشنا في ظلها على مدار 50 عاما وربما ما يزيد، والتي تركت تراكماتها في شخصيتنا السورية. إذا نحن بحاجة فعلا إلى أن نمد الجسور بين بعضنا البعض، وأن نبدأ في حوار بعضنا لنفهم بعضنا أكثر، وسواء كنا في الداخل أو كنا في الخارج. كل الأطراف السياسية برأيي كانت في الفترة الماضية مقصرة في مثل هكذا حوار. ربما السعي وراء المصلحة الشخصية هو الغاية لدى الكثيرين. اليوم بعد أن تعلمنا الدرس جيدا ورأينا كيف أن الإرادات السياسية لا يمكن أن تتفق ولا يمكن أن تلتقي ما لم نكون نحن مؤثرين، وأيضا تكون كلمتنا وصوتنا مسموع وإن بالحد الأدنى، حتى نستطيع أن نكون على قدر المسؤولية تجاه أي مسألة أو أي قضية تخصنا نحن جميعا كسوريين. ولكم كل التحية. ولكم كل شكر. ونحن باسم بيف تي في بروح الحوار الأخوي، روح الحوار المؤدي إلى بناء الإنسان السوري الجديد لكي نصل إلى سوريا المنشودة للجميع لكل مكوناتها. نشكركم جدا ضيوفي الكرام الدكتور علاء الدين الرشي، كذلك الشكر للزميل الإعلامي سائر الثوري، سائر الناشط. كل الشكر دكتور علاء، أستاذ سائر. كل الشكر لكم مشاهدي ومتابعي بيف تي في. انتظرونا الخميس القادم وموضوع آخر وضيوف جدد. إلى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله.